الله وبركاته. في موضوع من امس يعني خصوصا بعد نهايه مباراه المغرب، وهو اللي لفت انتباهي شوي خصوصا في تعليقات اللي توصلني على انستغرام. في ناس يجيبون تعليقي على مباريات المغرب، خصوصا مباراه المغرب والبرتغال. لما قلت خصوصا مباراه المغرب والبرتغال، لما قلت طالت خلوها ما ادري شنو، ويضحكون علي انه يلا خلي المغرب تنفعك ويلا ما ادري ايش، وينهم المغاربه وايش رب يا خليل. والله العظيم توصلني تعليقات من هذا النوع، يعني ناس يعني كانوا سبحان الله مقهورين من فوز المنتخب المغربي خصوصا على البرتغال، يعني خروج المنتخب البرتغالي وخروج كريستيانو رونالدو من البطوله، فكانوا فرحانين امس بخساره المنتخب المغربي، والله يا خليل وينك وخلي ينفعونك الحين. فانا المغربي بدور نصف النهائي. طبعا انا اتكلم عن يعني بعض البعض، وهذا البعض نسبه قليله جدا قليله جدا، لكن المغربي بدور نصف النهائي. طبعا انا اتكلم عن يعني بعض البعض، وهذا البعض نسبه قليله جدا قليله جدا، لكن لانك انت خسرت منتخبك او خسرت لاعبك المفضل. ولا تعتقد في يوم من الايام ايا كان الخصم، ضد اي منتخب الفريق الاخر، لو منو يكون فيه الفريق الاخر، ما راح اوقف معاه ضد منتخباتنا العربيه. اي منتخب يواجه منتخب عربي فصفنا ووقفتنا وتعليقنا ما راح يكون الا لصالح المنتخبات العربيه. نعم، ما فيها حياد.